تخيل تفتح لايف على تيك توك تتابع بنت بتذاكر وسط المقابر، وفجأة الكاميرا تلمح اسمها محفور على قبر من القبور. مو مقبرة أطفال ومو فلتر، وأني أجي كل يومية بال12 بال8 ل12 الوحدة أجي بحدي تجون تدرسون يم أصدقائكم، أنا أيضا أجي وأدرس يم أصدقائي، بس ما حد بيكم يقدر يشوف أصدقائي. في أغسطس سنة 2023 انتشرت حالة غريبة جدا على منصات التواصل خاصة تيك توك. بطلتها كانت واحدة عراقية اسمها سبأ الحميدي وعندها 16 سنة. ما كانتش بتنزل فيديوهات رقص ولا ترندات، لا كانت بتنزل يومياتها من جوه المقابر، بتذاكر وبتاكل وبتحكي مع المتابعين وهي قاعدة لوحدها في عز الليل في وسط أجواء شتوية ممطرة، في مكان أي بني آدم عاقل يتجنبه حتى لو في النهار. الناس بدأت تتساءل ازاي بنت في السن ده تقعد لوحدها في وسط القبور، يعني هي مش خايفة؟ وكان ردها غريب جدا، قالت لهم انا مبسوطة وبحب اقعد هنا، اصدقائي بيوفروا لي الاكل والشرب وكل حاجة انا محتاجاها. الصدمة الاكبر انها قالت ان اصدقائها مش بشر وان محدش بيشوفهم غيرها، ولو اهلها حاولوا يمنعوها من النزول للمقابر هيتعرضوا لضرر كبير قوي بسببهم. ومع الوقت المتابعين لاحظوا حاجات تانية مرعبة، علامات وكدمات غريبة بتظهر على ايديها ولا مرة ظهر خيالها في الفيديو، واحيانا بتظهر كائنات او ظلال سريعة بتمر وتختفي فجأة. بعض الناس قالوا انها مخطوفة، وناس تانية قالوا انها ملبوسة او ممكن اصلا ما تكونش بشرية. الناس فضلت تتابعها لحد ما في يوم قررت تعمل بث مباشر من جوه المقابر، تلف على القبور وترد على التعليقات عشان تثبت للناس انها مش بتصور بفلتر وانها موجودة هناك فعلا. وبينما الكاميرا بتلف على القبور ظهرت لحظة مرعبة، قبر مكتوب عليه اسم المتوفية سبأ الحميدي 16 سنة، نفس الاسم ونفس السن. المتابعين بقى انفجروا في التعليقات بيسألوها ده قبرك؟ لكن قبل ما ترد البث اتقفل فجأة، والحساب نفسه اتقفل واختفى تماما من على التيك توك في نفس اللحظة. الناس طبعا سجلوا الفيديوهات قبل الحذف وعرضوها على عيلة سبأ الحميدي اللي بالفعل كانت ماتت من 13 سنة في العراق. وكانت المفاجأة بقى انهم اكدوا ان الصوت ده فعلا صوت بنتهم، بنفس النبرة ونفس الضحكة ونفس الطريقة اللي كانت بتتكلم بيها. ومن يومها سبأ اختفت، لا حد قدر يفسر ايه اللي حصل، ولا حد طلع قال ان دي خدعة متقنة ولا ظاهرة خارقة للعقل. لكن المؤكد ان القبر موجود فعلا والاسم اللي عليه موجود، وكل الفيديوهات اللي اتسربت لسه لحد دلوقتي شغالة وبتخوف اي حد يشوفها لحد النهاردة.